المغرب ديال وحده الصف. وهذه المشاكل الاخوان باش نختم ما يمكن لا تحل الا عن طريق ديال التضامن ديال كل الاحزاب السياسيه وخصوصا المتواجده في البرلمان. اذا رساله حزب الاستقلال هو اننا مستقبلا حنا تستعدوا لهذه الاستحقاقات. تنقولوا للحكومه انها دير لقاء مستعجل مع الاحزاب في المعارضه داخل البرلمان ونجلسوا خوت ونعالجوا المشاكل باخوه وبوطنيه صادقه تحت اشراف الملك ديال البلاد اللي الشغل الشاغل ديالو هو الفقراء ونقذوا البلاد بالاوضاع اللي عايشه فيها. هذه هي الرساله. شكون غيجمع هادشي؟ هو رئيس الحكومه. باقي رئيس الحكومه كل ما جاي يهدر وصابت راه قال في الياس قولوا لنا شكون معايا هذا وشكون كذب. ومشى اللي قال الياس وشابات بن كيران اليوم الاراده ديال الشعب شنو باغيه باستحقاقات المقبوله. انساو الماضي. السي عبد الكريم غلام الله يشافيه ويطول له في عمره راه خرج كتيب دفنا الماضي. عاود شويه مات عاود وقع الصداع بزاف قالوا عاود لازم ندفنوا الماضي. عاود كتيب اخر. حنا خصنا ندفنوا الماضي اليوم وبكل مصداقيه ندفنوه صافي. هادو هما الرجال وهادو هما اللي تيشوفوا مصلحه الوطن ونكونوا فريق واحد. اللهم كنا فريق واحد عمرنا ما تغلبوا على البطاله. اليوم المقاولات تبكي وتشكي. اللي بلا المدرسه مازال ما تخلص. اللي داير سيكوريتي باب المدارس كاين اللي عامين ما تخلص. اللي خدا مارشي مازال ما تخلص. العمال مشاو مساكن تبيضوا خرجوا ديورهم. اذا هذا الشيء مشاكل كبرى. الديون ديالنا الاخوات والاخوه راه هدنا 40 سنه باش نخلصوا الديون الداخليه والخارجيه. هذا الشيء شنو باغي؟ علاش؟ هذا الشيء كحزب نعطيكم وجهه نظريه ونمشيو لنموذج بعض الدول اللي قطعت علاقتها بصندوق النقد الدولي نهائيا وبنات راسها براسها وحتى لا ضحينا وعرفنا اننا دابا عامين غادي نعيشوا الرخاء نضحيو. ولكن اليوم الرؤيه ما واضحاش. اليوم غير غاديين والامور تتغرق لا قدر الله. ولهذا مسؤوليتنا اليوم توحيد الكلمه راي واحد ان شاء الله هو خدمه الوطن وخدمه الشعب المغربي.